اكيد كلنا تعبنا من ضغط الحياة علينا، والنهاردة جاية اديكوا تأمل بسيط جدا ممكن يخفف شوية من ضغوط الحياة. تعالوا معايا، هنقعد اي قعدة مريحة بالنسبة لنا. عايزين ننام على السرير، تمام. عايزين نفرد ظهرنا على الكرسي او على الكنبة، اتس اوكي. اهم حاجة بالنسبة لي ان يبقى الجسم مرتاح وما يبقاش فيه اي عضلات وجعاني او مضايقاني او شد عليا. هغمض عيني وابدا اخد نفس عميق. كل الانفاس بتاعتي through the nose، من خلال الانف. وابدا اتنفس بالراحه وبعمق، اهدي الريتم بتاع النفس بتاعي. بعد كده هبدا اتخيل ان في سلم طويل قوي قدامي، وانا شايل شنط كتيره قوي على ظهري، ولازم اطلع السلم ده دلوقتي. عشان اطلع السلم ده هحتاج اتخلى عن حاجات كتير من الشنط اللي معايا وحواليا. فنبدأ واحدة واحدة نتخيل اقساط علينا مش محتاجها دلوقتي، ربنا هيتكفل بيها ان شاء الله طول ما انا بسعى. كده شلت هم من على كتفي. هم التاني، كنت متخانق مع حد صاحبي زمان وخلاص ما بقيناش صحاب ولسه الموضوع مؤثر فيا مثلا. مش الموضوع انتهى، مؤثر فيك ليه؟ دي حاجة هنتكلم فيها بعد كده، بس المهم دلوقتي ان احنا مش محتاجينه. شيله من على كتفك. وهكذا بقى، اي حاجة ليها علاقة بالشغل، اي حاجة ليها علاقة بالحياة عامة، اي حاجة حصلت زمان حاسس انك لسه متكتف وشايلها، او حاسة انك لسه متكتفة وشايلها، تحرري منها. في مقولة بحبها جدا، في التخلي التجلي. يعني ايه؟ كل لما بخلص او بسيب او بتخلى عن اي حاجة بتعيق حياتي، هي خلاص ما بقتش موجودة، هي حاجة في الماضي او خوف من المستقبل، هو ولا ده موجود ولا ده موجود، فانا محتاجة اتخلى عنه علشان ربنا يدخل في حياتي، يبدأ يحصل تجلي في حياتي لحاجات اللي انا بقى نفسي فيها، والحاجات اللي عايزة احققها، والحاجات اللي عايزة اعملها. وهنا ده تمرين مهم جدا، هتكملوا بقى ترموا شنط، تشوفوا تفتحوا كل الشنط وتشوفوا ايه اللي جواها، وهل ده مهم ولا مش مهم. هل ده حاجة من الماضي خلاص انا مش عايزاها، هل ده خوف من المستقبل برضو انا مش عايزاه، انا متوكلة على الله. هنفضل نعمل كده كذا مرة، مش يوم واحد. يا ريت لو نعملها كل يوم، وشوفوا احساسكم بجد في كل مرة هتعملوها هيبقى مختلف ازاي. بستناكم تقولوا لي في الكومنتس وبعتوها لاصحابكم اللي مش عارفين يعملوا ايه في الحياة غير ان هم بيسكرولوا على الموبايل. جربوها وقولوا لي.